طيب المسار يعني لم يكن بالهين، وهي رحلة عصامية، وأنت شخص عصامي، وهذه شهادة نظرا أنني عرفتك في فترة مهمة وفي يعني نقطة تحول في مسار علي سعفان. كيف جاءت فكرة مؤسسة عكاظ؟ أولا بداية أصل التسمية أو فكرة التسمية. هذا السؤال راودني في تلك الليلة وأنا أدفع عربة صغيرة متجها إلى البيت الذي كان يتكون من غرفة واحدة. عربة كانت تحمل أفكارا كبيرة، يعني كنت أتحدث إليها كثيرا، أقول مع نفسي سأصير يوما ما أريد. لكن كيف يمكن لبائع فواكه، بائع الزعبول في الشارع، أن يتحول إلى معلق صوت محترف وصحفي موهوب وصاحب شركة؟ أحدثكم الآن من سنة 2018 حيث بدأ كل شيء. قررت أن أكتري عربة صغيرة وأبيع الهندية. البداية لم تكن أبدا سهلة إطلاقا، لكن مع الوقت وصلت. وما كان عائقا كبيرا هو الشوك الذي كنت أجده بين أصابعي. كان الأمر مؤلم جدا. والوصول إلى 2500 درهم هو ما تمكنت من جمعه في أول 10 أيام. كان أول شيء فعلته هو شراء ميكروفون احترافي. كثيرون قالوا إنني مجنون لأنني أضعت المبلغ في قطعة حديد سوداء، لكنني كنت أؤمن أن هذه القطعة ستغير حياتي. كنت أبيع يعني الهندية بالنهار وأتدرب ليلا على قراءة النصوص الإعلانية، الوثائقيات، النصوص الإعلانية، نشرات الأخبار. مع اقتراب عيد الأضحى تخليت عن عربة التين وصرت أبيع لوازم الذبح، حتى وصلت في نهاية الشهر الثالث إلى 28 ألف درهم. جلست في تلك الليلة الأخيرة أحدق في الميكروفون وأعاتبه، وكأنه السبب في أنني لم أصل المبلغ كاملا قبل ليلة واحدة من يعني التقدم للمعهد، وكنت أستعد للنوم. فجأة وصلتني رسالة من صديقتي دانيا: علي، لقد أرسلت لك مبلغا وأريدك أن تكون صوت قصيدتي. هكذا وجدت نفسي في صباح اليوم التالي طالبا في معهد الصحافة. وبعد 3 سنوات يعني من الاجتهاد والدراسة تخرجت يعني من معهد محمد طلال الذي شجعني وساندني في رحلتي رحمة الله عليه. خضت بعدها تدريبا في إذاعة ميديا اف ام، وكنت أصغر مذيع قدم نشرة أخبار مباشرة رغم كوني حينها ما زلت متدربا. 3-2، فهل ينتفض البايرن خارج ملعبه أم أن لرفاقي الفرعون المصري رأي آخر بدل؟ خرجت بعدها إلى عالم المقاولة، أنشأت استوديو صغير في قلب جائحة كورونا، وبرأس مال بسيط بدأت أتعامل مع شركات كبرى مغربية وخليجية وعالمية أيضا كمعلق صوتي، كاتب ومخرج إعلانات. صعيب نشرح لك علاقتي بها، هي الونيس ديالي في الطريق. بل يحتاج أن نمد له يد العون. بقاو فيها غير الدراري بقاو فيها. احجز شقتك الجاهزة الآن وابدأ الدفع بعد 6 أشهر. 25% دفعة الأولى، أقساط على مدى 24 شهرا. أخي سعفان على قناة الجزيرة، اللهم بارك اللهم بارك وزد في ذلك. كانت لحظة استثنائية حين سمع صوتي لأول مرة على قناة وشاشة الجزيرة، قناة التي صراحة لطالما حلمت بها منذ صغري. لكن السؤال: هل كان الأمر يعني يسير بمستوى واحد؟ فجأة أصبت بوعكة صحية وأجبرتني على التوقف. ونصحني الأطباء بالعودة إلى العائلة، إلى القرية،
إلى الهدوء، إلى البساطة. هناك في قريتي عدت إلى نفسي بصراحة. كنت أخرج يوميا ومعي الكاميرا خاصتي، أصور الناس، حياتهم، حكاياتهم. كنت أستعيد الإنسان فيها وأصغي للبساطة التي فقدتها يعني مع صخب المدن. رفاق أنا دابا أنا اللي غنلعب. تلعب بيته فك. القرع شحال؟ 4 جوج مشاو كاملين. يلا المهم شحال حتى باقي تسالني واحد. الواحد دابا بقاك صافي. سير. اش بالك دابا في المنتخب ديال الركراكي؟ الركراكي انا وقت اخر هذا ماهوش هاك الوقت الاول كانوا الاولين وغير من هادشي. الاولين تاع 86 وتاع 90 وتاع فرنسا وتاع. هادي اش كتسمى دابا؟ خبزه تاع الزنقه. الفراح سخن من التحت، درتي الزنقه فوق وقدي عليها. الله ينورو، الله يجعل رزقك خير. حبيبي ما صديقتي، حبيبي ما مشايختي. من دوك الناس الفائزين. امين امين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وكانوا سببا في استمراري. استعدت صحتي تدريجيا وعدت أقوى من الأول برؤية جديدة ومستوى جديد. عدت للدراسة والتحقت بالجامعة. حصلت على إجازة في السينما والكتابة الإبداعية، يعني مجال قريب جدا من قلبي ومن رسالتي كإنسان. فقررت أن تكون السينما هي جوهر التجديد في شركتي. نعم، نتنبأ يعني أن تكون يعني مؤسسة عكاظ هي قبلة لصناع المحتوى بالتحديد، نظرا للمؤهلات يعني الإمكانيات اللي وفرتها رفقة الطاقم والفريق يشارك معك أيضا، مشكورين أيضا على مجهودهم الكبير. كيف نظرة مؤسسة عكاظ ونظرة سعفان لمستقبل صناعة المحتوى في المغرب، خصوصا بالاعتماد على الطاقات الشبابية؟ فالشباب محور الانطلاقة الجديدة، خصوصا أن حتى الفريق شاب، الفريق ديال عكاظ ميديا، وهو مهتم بالشباب أيضا، لأن هنا ستكون ورشات في الإخراج، في صناعة المحتوى، في الصوت، في يعني في السيناريو، في التسويق يعني، وفي صناعة المحتوى. فهي مؤسسة نعم، لكن أيضا كما قلت يعني الشاب هو جزء من هذه الانطلاقة. ونحن لا ننتج فقط، بل نزرع بذور الإبداع ونشعل شرارة الشغف في كل شاب يحمل حلما يريد أن يحققه. وهذه ليست فقط قصة نجاح، إنها قصة عودة، قصة إنسان آمن بنفسه وبصوته وقرر أن يصنع فرقا في حياة الآخرين تماما كما فعل في حياته. هذه قصة عكاظ ميديا للإنتاج الفني والإعلامي، ولا أحد يجب أن يريك كيف تقوم بالأمر، ستتعلمه مع توالي التجارب سلبية كانت أو إيجابية. فقط يجب أن تؤمن أن كل شخص يجب أن يمر من تجارب معينة. وصدقني أنا لتوي قد بدأت حياتي، لأنني أخيرا عثرت على رأس الخيط الذي سيوصلني في النهاية إلى ذاتي.